هاي حبايبي، بيبتدي ملخصنا النهاردة مع جين وسونج اللي بيسألها لو جايبة الهدية اللي معاها دي الخطيبة، فبتقوله هي الصراحة كانت ليه، إنما طلع ما يستاهلهاش. وبيقرب منها سونج وبيقولها إنه ممكن يساعدها تنتقم منه. ولحد هنا هنقف عشان نعرف إيه اللي حصل قبلها وإيه اللي وصلنا للنقطة دي. هو بنشوف جين اللي كانت شاربة وواضح عليها إنها واخدة حاجة مخدرة، هو بتكون ماشية تتطوح وبتلاقي قدامها سونج اللي أول ما بتشوفه بتجري عليه وبتقوله يساعدها لأنها شرب. بس سونج بياخدها على العربية وبيحاول يهديها، لكنها بتقرب منه، بتحصل بينهم علاقة. وبعد ما بيخلصوا بتشكره إنه ساعدها، لكنه بيقولها إنه مستعد يفضل معاها دايما، فبتشكره تاني وبتنزل. وهو بيقول بعدها معقولة لسه مش قادرة لحد دلوقتي تتعرفي عليا؟ وعلى ما يبدو كده إنه يعرفها من زمان. المهم إنه تاني يوم بتروح الشركة وبتعرف إنه مديرها عمل شراكة مع شركة سونج، بس مش شراكة عادية، يعني شبه كده الشركة بقت بتاع سونج. وبيستدعيها المدير عشان يعرفها على سونج لأنها تعتبر مديرة الشركة ولازم تتابع المشروع الجديد. وأول ما بتشوفه بتعمل نفسها ما تعرفوش، لكنه بيقول إنه يعرفها. وبيسألها لو حياتها العاطفية هتأثر على شغلهم، فبترد عليه وبتقوله لأ طبعا، وإنها تقدر تفصل كويس بين الاتنين. فبيقول لها سونج كويس، تعالي ورايا اشرحي لي المشروع. فبتروح وراه وهي على اخرها منه. وفي اوضه الاجتماعات بقى بتتعمد تكون بعيده عنه، لكنه بيفضل يقول لها تقرب منه بحجه انه مش سامعها كويس، وبيتحرش بيها كمان، فبتبعد عنه وبتمشي بعيد. وفجاه بيوصل خطيبها اللي بيكون اسمه وانج وبيطلب منها يطلعوا يتكلموا بره، فبتروح وراه. هو بيترجاها وانج تسامحه على خيانته وان دي هتكون اخر مره، ولكنها طبعا بترفض. فبيقول لها انه في حفله كبيره الليله تبع العيله ويا ريت تيجي عشان ما يحصلش مشاكل، وبعدين يبقوا يعرفوا العيله عن انفصالهم. فبتوافق جين لان ميعاد فرحهم بيكون قرب، ولو امه عرفت باللي حصل هتزعل جامد، وبتعصر على نفسها ليمونه وبتضطر تروح. وبالليل بقى في الحفله وانج بيعرف الكل على جين اللي ما كانتش طايقاه يلمسها. هو بيوصل كمان في الوقت ده سونج وبيكون ضيف الشرف في الحفله. ووقت العشاء سونج بيقول لجين تقعد جنبه، لكنها بترفض وبتقول له عيب يطلب منها حاجه زي كده وخطيبها موجود. بس وانج بنفسه بيقعدها جنبه، هو بيطلب منها تفكها شويه. وبعد العشاء بقى بتدور على وانج وبتسمع صوته على السلم، فبتروح له وبتتصدم لما بتلاقيه مع سو اللي بيكون عامل معاها شراكه. وهنا بتعرف انه ديل الكلب عمره ما يتعدل. وفجاه بيسحبها شخص من ورا واللي بيكون سونج مفيش غيره. هو بيقول لها بص عليه كويس عشان تفتكري خيانته وما تفكريش ترجعي له تاني ابدا. لكن جين بتسأله هو مهتم ليه اصلا، فبيقول لها عشان عايزك تكوني ليا. وبتكون هتمشي لكن سونج بيزقها، فبيشوفها وانج وسو اللي بتمشي من كسوفها. ولكن وانج كالعادة بيقعد يتأسف لها زي الجربوع، وهي بتقوله ينسى الموضوع ده خالص وينسى كمان موضوع جوازهم. فبيتعصب وانج على الاخر وبيشيت منها كمان، ايوه ازاي ما تسامحوش. ولا ومش بس كده، وده كمان بيقول لها على فكرة انت السبب، عشان انت ما كنتش بتديني فرصة اقرب منك، وانا راجل ولي احتياجات، وعشان كده رحت اشوف واحدة غيرك تاخد مكانك وتديني احتياجاتي كراجل. وطالما انت باقية حلوة ناوية تسيبيني يبقى خلاص انا لازم اجربك الاول. وبيهجم عليها زي الطور، لكن سونج بيظهر وبيضربه وبيديله على دماغه وبيحذره يقرب منها تاني. وبعدها بيمشوا جين بتشكره، فبيقول لها انه مش هيقبل اعتذارها الا لو عزمته على العشاء. وبتوصل بعدها لين صاحبتها فبتروح معاها وبتسألها مين اللي كانت معاه امبارح في العربية، اصلا شافتهم. فبتشاور لها على سونج. وتاني يوم بتروح جين تقابل سونج وفعلا بتعزمه على الغدا، لكنه بيتفاجئ انها طلبت له اكل لوحده في اوضه. فبيتضايق لان ده معناه انها مش عايزه تقعد معاه. وهنا بنرجع لنقطه البدايه لما بيسالها لو جايبه الهديه دي الخطيبه عشان تتاسف له وتخليه يرجع لها، فبتقوله لا طبعا. فبيقول لها هنا انه عايز يقضي معاها الليله مقابل خدمته ليها. فبتقوله هنا لو هيسيبها في حالها بعد الليله دي ولا هيفضل لازق فيها. فبيقول لها لا، بعد الليله دي كل واحد فينا هيروح لحاله، وانا مش عارفه ليه يعني بتسمع كلامه وبتروح معاه الاوضه وبيقضوا الليله سوا. وتاني يوم بقى بتصحى جين ومش بتلاقي لبسها، فبتلبس القميص بتاع سونج وبتخرج بيه. بس الصدمه انها بتشوف زمايلها في الاوضه، فبتعمل نفسها هبله وبتروح للحمام وهي مكسوفه. ولكن واحده من زمايلها بتروح لها وبتقول لها تبعد عن سونج لانه مرتبط وهيتجوز قريب، وبلاش شغل السراير ده مقابل الترقيات. بيسمعها سونج اللي بيقول لها لو خلصتي كلامك روح قدم استقالتك. وبيرمي الجين لبسها وبيقول لها تمشي من هنا بسرعه. وبعدها بقى بيروح سونج يقابل صاحبه
لياو اللي بيسأله ازاي يوقعها في حبه، فبيقترح عليه انه يعرفها ان هو الشخص اللي ساعدها من 5 سنين في سداد الديون اللي كانت على ابوها، لكنه بيرفض وبيقوله انا عايزها تحبني من غير شرط وما تحسش انها مجبرة عشان كانت مديونة لي. وعند جين بقى بترجع شقتها مع لين اللي بتسألها لو هي وسونج بينهم علاقة حب، فبتقول لها لا طبعا لانها ما تلقش بيه ومستحيل يفكر في الجواز منها اصلا. وفجأة بيجي اتصال من امها عشان اهل خطيبها عنده، فبتجري على البيت، ولما بتوصل بتسمع حماتها من بره وهي بتزعل امها عشان بنتها عايزة تفركش الجوازة. بس بتدخل جين وبتسمعهم اللي في النصيب وبتعرفها انها مش هتتجوز ابنها الخاين وانها اصلا مع واحد تاني حاليا. هما طبعا بيتعصبوا عليها، بس بمجرد ما بيوصل سونج وانج بياخد امه وبيطلع يجري ومحدش منهم بيقدر يتكلم معاه حتى. وجين بتعرف امها على سونج وبتقول لها ان ده مديرها، وبتصمم الام انها تعزمه على العشاء وبتحضر له عشاء امهات معتبر وهو بيشكرها على اهتمامها بيه. بس لما جين بتلاقي امها تدخل في تفاصيل حياته وبيعمل ايه وخطب ولا لا، فبتقومه من على الاكل على طول وبتقوله انت اتاخرت عن الشغل. بس قبل ما تمشي امها بتفكرها انها لازم تقابل حبيبها الجديد. تمشي بعدها مع سونج اللي بيقول لها انا ما عنديش مشكله على فكره لو عايزاني امثل دور حبيبك الجديد، وبتقوله لا انا ناوي اعرف ماما على حبيبي الحقيقي بجد. وهو طبعا بيتضايق من كلامها. هو بيقابل بعدها ليا ويشكي له حاله، هو بيعرفه انه عايز يحمي جين بس هي مش مدياله فرصه. لكن لياو بيفكره انه من 5 سنين عمل اللي عليه وانقذها من الديانه. وافتكر سونج لما من 5 سنين ابوها شركته فلست وهرب بباقي الفلوس وسابها هي وامها يواجهوا شركائه اللي كانوا هيقتلوا جين، لكنها تعهدت ليهم بالسداد بس يسيبوها تشتغل. وفعلا في منهم وافقوا لكن في ناس تانية رفضت عرضها. وفي الوقت ده شافها سونج وهي بتواجه الخطر لوحدها وقرر انه يساعدها. وعند جين بقى بتعرف لين ايه اللي حصل وبتطلب منها تشوف لها حد يمثل دور حبيبها الاسبوع الجاي عشان سونج هو كمان بيبعد عنها لانه خاطب بنت مشهورة وهي مش عايزة تدخل في مشاكل. بس بيجي لجين اتصال من سونج اللي بيعرفها انه تحت بيتها لان في بنود في المشروع لازم تتعدل فورا. فبتنزل وبتلاقيه قاعد في العربية وبيطلب منها تطهله الجرح اللي بيكون في ظهره. فبتستغرب من الجرح وبتسأله ايه ده، هو ايه اللي عمل فيك كده؟ فبيقول لها انتي السبب. فبتقول له ما تكملش وبتكون هتنزل وتسيبه. فبيعرفها انه ابوه عنيف شوية ورفض مساعدته ليها عشان كده ضرب، بس مش مهم كله فداه. فبتطهله الجرح وبتنزل بسرعة قبل ما يقل ادبه معاها وبتقول له يا ريت يا ريت يجيب من الاخر ويقول هو عايز منها ايه. وبتسأله لو عايز يتجوزها، فبيسألها لو اجابته ايوه هترد بايه ولو لا هتعمل ايه. فبتقوله انه في الحالتين هي عايزة تتجوز عن حب وهي مش بتحبه وبتمشي وبتسيبه. وتاني يوم بتكون في شقتها وبتلاقي علبة فيها حاجة بتخضها، فبتخاف وبتعرف انها من وانج الاكس بتاعها. تحاول تتصل بيه عشان تعرف بيعمل كده ليه، لكنه بيبعت لها رسائل تهديد وبس. وبيجي لها اتصال من سونج اللي بيترجاها تلحقه لان عنده سخونة جديدة، فبتضطر تلبسه وبتروح له وبتستغرب ان الباب كان مفتوح كأنه محضر لها حاجة. ولكن لما بتشوفه بتلاقيه فعلا تعبان، هو بيكون عمال يهلوس. واول ما بتقرب منه بيحضنها وبيقول لها انها بعدت عنه كتير. فبتستغرب من كلامه بس بتفكره بيخرف بسبب الحرارة وبتقعد جنبه تعالجه لحد ما هي اللي بتنام. وتاني يوم بتصحى تلاقي تليفونها في ايده بعد ما شاف رسالة التهديد اللي بعتها لها وانج. وطبعا بيتضايق وبيسألها هي سكتت كل ده ليه، فبتتعصب عليه عشان اتدخل في خصوصياتها، لكنه مش بيهتم ليها وبيتصل على رجالته فورا عشان يعلموله على وانج ويخليه يحترم نفسه. ورغم انها فرحت لكنها مش عايزاه يسعدها اكتر من كده لحسن تتعلق بيه. المهم انه بيقول لها تفطر قبل ما تنزل وبيكون محضر لها كل الاطباق اللي بتحبها. وبتسأله لو خطيبته مش هتزعل من اهتمامه بيها، بس بيفتكر ان علقة امبارح من ابوه كان سببها ان هو فسخ خطوبته اصلا. فبيطمن جين انه مش بيحبها وهي مش بتزوره. وبتتصل بيها لين اللي بتقول لها الحقيني انا عملت مصيبة. فبتجري بسرعة على قسم الشرطة وبتلاقيها قاعدة تعيط لانها بتكون بوظت عربية واحد بالغلط واللي كانت غالية جدا، والراجل صاحبها حلف لا يدفعها الثمن. وبنشوف ان الشاب اللي عملت معاه كده هو لياو اللي بيقول الشرطي يخف شوية في الفلوس على البنت لان واحدة زيها مستحيل تقدر تسد التكاليف اللي هو
طالبها. ولما بيوصل عندهم وبيلاقي جين بيتعرف عليها، بس بتستغرب انه يعرفها وبتسأله لو شافوا بعض قبل كده، لكنه بيكذب وبيقولها انه كان معاه في المدرسة. وبعد كده بيرفض انه يعمل محضر بعد ما عرف انها صاحبة لين، ولكن جين بتصر انهم يعوضوا، فبيقولها خلاص لين تشتغل عندي لمدة سنة ببلاش، وده طبعا بيكون حل كويس. وبيكون لياو خايف يتكلم معاها عشان عارف ان سونج بيغير عليها موت وممكن يقتله لو حس انه بيقرب منها. وبيرجع لياو على الشركة وبيحاول يمهد لسونج اللي حصل عشان يعرفه بمقابلة النهاردة، بس لين بتتصل بيه وبتطلب منه اجازة عشان جين نفسيتها مش ولا بد وعايزة تسهر معاها. وبيكون وقتها مع سونج وبيعرفه بالمكالمة وبيطلب من لين ينضم ليها هو وسونج، فبتوافق فورا. وعند البنات بقى كانوا طالعين الشقة وبيتفاجئوا بوانج قدامهم واللي بيهدد جين عشان ترجع له والا هينشر صورها على النت وهيفبرك طبعا منها شوية عشان يفضحها وكده، بس هي بتقوله يعمل اللي عايزه وهي مش مهتمة، وهي دلوقتي مع حد احسن منه بمراحل وكمان اغنى منه. وطبعا الكلمة دي بتخليه يموت من الغيرة وبتاكل في قلبه، فبيمسكها من ايدها وبيكون لسه وهنا بيوصل سونج اللي بيديله بالرجل على طول وبيقول له انا حذرتك قبل كده بس الظاهر كده ان انت ما بتسمعش الكلام. وبيهدي لياو اللي بياخده وبيروح على بيت جين، وهناك بيحضروا العشاء وبيقعدوا يشربوا، وسونج بيشاور لياو عشان ياخد لين ويمشوا ويفضلوا من الجو شوية، فبيعمل كده فعلا وهي بتكون شاربة ومش شايفة قدامها وبتكون رافضة اصلا انها تمشي معاها. اما جين وسونج بيستغل جين الوضع كالعادة علشان هي بتكون شاربة ومش دريانة بحاجة، وبيجرجرها للرذيلة كالعادة وهي بتروح معاه وبتنام معاه كالعادة برضه. وتاني يوم الصبح بتتفاجئ انها نامت معاه للمرة التالتة وبتحاول تقوم من جنبه، لكنه بيحضنها وبيقول لها لا المرة دي مش زي اي مرة، انت فاكرة ان انا هسيبك كده تمشي؟ لكنها بتقول له انها عايزة ترد على تليفونها، وكانت لين بتقول لها الحقيني انا عملت مصيبة تاني. فبيروح لها المستشفى وبيعرفوا منها انها ضربت لياو وقالت انها ضربته يدوب على راسه بحاجة فاغمى عليه، وخايفة المرة دي ما يتنزلش عن المحضر ويحبسها، بس هي محملها الغلط لان اللي حصل ان هي بس دفعت عن نفسها، هو كان عايز يعمل فيها حاجة مش كويسة لما اخدها البيت، فهي دفعت عن نفسها وضربته على دماغه. وبعدها بينادوا عليها عشان يقابلوها بياو لانه بيكون فاق، وبنشوف انه متكسر حرفيا. ولما جين بتشوفه بتقول لها انت متأكدة انهم قلمين بس؟ بترد لين ان اوقات ايدها بتطول ومش بتعرف توقف ضرب، وبتترجى لياو يسامحها بس بيقول لها لا انت يا حلوة. هو بيسمعوا بعدها لياو وسونج بيتكلموا على رسائل التهديد وبيتأكدوا ان وانج هو اللي بعتها لها من رقم تاني، فبتقوله لين خليني اروح له اعلمه الادب، فبيقول لها اتنيلي مش لما نخلص من المصيبة دي الاول. وطبعا سونج بيأثر على لياو فبيقول لهم يمشوا. وبالليل بقى بنشوف شو سواق سونج ودراعه اليمين وبيبلغوا باللي عمله مع وانج وانه فضحوا في البلد كلها. وتاني يوم بتروح لين لجين وبتفرجها على الفيديو ضرب وانج واعتقاله امبارح، وبتعرفها انه كان في نفس شارعها، وبتتأكد ان سونج اللي عمل كده عشان يحميها لانها شافت شو في الفيديو وتعرفت عليه. وبيتصل بيها سونج فبتنزل وبتشكره على حمايته ليها، بس هي بتحب حبيبها وهتتكلم معاه، فبيتعصب سونج وبيقولها انتي اصلا واحدة جحدة. وبعدها بتشوف جين وهي في البيت مع امها ومعاها ابن عم لين اللي بيمثل انه حبيبها واسمه مينج، ولكن سونج مش بيهنيهم على التعارف ده، وبيوصل للبيت وبيرخم عليهم وبيقول ان الشغل متعطل وفي اجتماعات وراهم، وهو بيخلي شو ياخد مينج بالعافية وبيقول ان في شغل النهاردة، ولكن النهاردة بيكون اجازة اساسا. وطبعا جين بتتضايق من تصرفاته دي وبتقفل في وشه الباب. وبعدها بقى بتقعد هي وامها اللي بتتعب فجأة وبتدور على اي حد يساعدها عشان يوديها للمستشفى، وبتستغرب ان سونج لسه تحت بيتها، وطبعا بيوصلهم للمستشفى وهناك بيعرفوا ان عندها فشل كلوي ومحتاجة زراعة كلى واللي هتكلف كتير جدا، بس سونج قال لها التكلفة مش مشكلة، اهم حاجة نلاقي متبرع بسرعة. وبتشكره جين وبتوعده ترجع له فلوس العملية في اقرب وقت، وسونج بيعين ممرضة مخصوص لرعاية ام جين وبيعوضها بالفلوس، وبياخد جين يمشيها شوية وبيسألها لو متضايقة، فبتقوله ايوه يعني كل اللي حصل ده مش من حق اتضايق.
وبالليل بقى بتقوم الأم وجين جنبها وبتطمنها إن مرضها هيقدروا يعالجوه. وتاني يوم بتروح جين لبيت سونج وبتسأله لو عايز يوظفها ولا أي حاجة تانية مقابل الفلوس اللي هيديها لها، فبيقول لها هوظفك، وبتشكره وبتوعده إنها تكون عند حسن ظنه. لكنه بيقول لها إن أول مقابلة ليها مع أبوها هتكون بكرة، يا ريت تستعد، وفعلا بياخدها لهناك. والأب بيكون طبعه شديد شوية وبيسألها عن توقعاتها للمشروع الجديد، فبتقوله المفروض يعمل إيه، فبيقرر الأب يعاقبها لو طلعت غلط، بس سونج بيقوله لو طلعت صح لازم يكافئها. وبتخرج بعدها وبيكون سونج هيوصلها، بس بتلاقي مينج وبيكون مستنيها وما بتصدق عشان تخلص من سونج. وبالليل وهي قاعدة في أمان الله بيتصل بيها سونج وبيسمعها الخناقة اللي بينه وبين أبوه على موضوع جوازه منها، وبيطرده من البيت لما بيرفض يستجيب ليه. وبيكلمها بعد كده وبتسأله لو بخير، فبيعرفها إنه جعان وجاي يتعشى معاها. وبيروح لها البيت وهي بتكون محرجة، وبيسألها لو تقبل تتجوز جواز سوري بس، يعني لحد ما يخلص من زن أبوه عليه، ولكنها بترفض. وبيكون هيمشي بس الأب بيتصل بيه وبيقوله لو مش موافق على موضوع الجواز ده ما ترجعش البيت أحسن. فبيرجع وبيقعد عندها تاني وبيطلب منها تعشيه، فبتحضر له الأكل. وبعدها بيتصل على ياو وبيعمل نفسه بيطلب منه فلوس، والياو مش قادر يساعده، وهو طبعا بيكون فاهم إنه بيمثل عشان يقدر ينام في بيت جين كام يوم ويقرب منها. وفعلا خطته بتنجح، وجين وافقت لأنها أصلا بتكون مسافرة بكرة عشان تستكمل المشروع، بس الظاهر كده إن هو ناسي. وتاني يوم بنشوفها في الفندق اللي هتقيم فيه، وبتعرف لين اللي حصل مع سونج اللي كان وقتها في البيت، وهي بتسيب له رسالة تعرفه إنها مش، فبيتضايق عشان مش هيشوفها. أما جين بقى بتتفاجئ إن أبوها شغال في نفس الفندق وبتنادى عليه، وبتكتشف إنه متجوز وبتاخده على أوضتها. بيتكلموا وبتسأله إيه اللي خلاه ما يرجعش ليهم تاني طالما هو طلع عايش، فبيقول لها إنه ما كانش ليه وش يرجع بعد ما خسر كل حاجة وفشل، وقرر إنه يبدأ من جديد. لكنها بترفض تسامحه عشان دي مش حجة إنه يسيبهم للديانة يبهدلوهم وأمها اللي بتموت حاليا بسبب المعاناة والفشل الكلوي. وبيوصل بعدها سونج اللي بيتفاجئ الأب بيه لأنه بيكتشف إن هو ده ملك الفندق، فبيمشي وبيقول لبنته إن هيجي تاني، بس هي بتقوله إنها مش عايزة تشوفه أصلا ويا ريت ما يرجعش. وبعدها بقى بيقعد سونج معاها وبيقول لها مش عيب تعيطي وتطلعي اللي في قلبك، وكمان بيقعد يحكي لها عن معاناته بعد ما أبوه مات وأمه هربت مع واحد تاني وسابته لجده يربيه، واللي اعتبره مكان أبوه بس كان قاسي معاه شوية. فبتحضن جين وبتقعد تعيط، فبيقول لها ما تزعليش لأن اللي زينا كتير في الدنيا وأهلهم اتخلوا عنهم، بس فجأة لين ومينج بيعملوا عليهم كبسة. فبتخبي سونج في الحمام وبتفتح للين اللي بتلاحظ توترها، فبتدور في الأوضة وبتلاقي سونج قاعد ومينج بيشوفه، فبيطلع يجري من الأوضة، وطبعا بيستغرب تصرفه ده لأن المفروض يحصل العكس. أما عند الأب بقى بيمسكوا شو وبيديه فلوس عشان يبعد عن جين، وكمان عشان يسد اللي عليه ويرحمها من قرف الديانة. ولما بيعرف إنهم تبع سونج بيفكر إنه بنته ماشية معاه في الحرام. وبنرجع لسونج بقى اللي بيكون مع ليا وبيحكي له اللي حصل عشان بقى متأكد إن مينج بيمثل إنه حبيب جين اللي بيتصل بيها عشان تنزله. لما بتنزل بيطلب منها تتجوزه، فبتقوله إنها مرتبطة أصلا. بيطلب منها تتصل بحبيبها قدامه اللي هرب منه، فبتتصل ومش بيرد. فبتتصل على لينو وبتقول لها إنها وافقت على جوازها من مينج. فبياخد سونج الموبايل منها وبيفتح المايك وبيسمع لين وهي بتقول لها انت نسيتي انه تمثيل ولا ايه. وبتتحرك جين طبعا قدامه وبتمشي. ولما بترجع الفندق بتتفاجئ ان سونج اخد الأوضة اللي جنبها، وبالليل مش بتكون عارفة تنام، فبيسألها لو تعشي، وبتكتشف ان في باب داخلي بينهم. المهم بيطلعوا يتعشوا فوق، وبيسألها مرة تانية عن رأيها انها تتجوزه، فبترفض برضه للمرة المليون. وبنعرف انها رافضة تتجوزه عشان شايفة انها مش مناسبة ليه وسمعة عيلتها القديمة هتأثر عليه، بس بتكون رافضة تقوله الكلام ده. وتاني يوم بقى الصبح بتروح للمستشفى هي وسونج بعد ما عرفت ان امها تعبت جامد امبارح. ولما بتوصل بتعرف انها بقت بخير حاليا، وبتروح تطمن عليها وبتعرفها انهم اخيرا لقوا متبرع خلاص، وكلها يومين يعني بالكتير آخر الأسبوع الجاي، وهتسافر لعملية الزراعة. وبتعرفها إنها شافت أبوها وهتخليه يجي يشوفها بكرة. وبتخرج بعدها جين مع سونج يتمشوا، وبتتصل على أبوها عشان يجي بكرة ويخلص إجراءات الطلاق مع أمها. بيتمشوا بعدها سوا وبيسألها سونج للمرة الأخيرة لا موافقة تتجوزه لو حتى بس لمدة 6 شهور قدام جده. والظاهر كده يعني إنه خلاص صعب عليها أو زهقت، فبتوافق وبتخلص نفسها، وبيقول لها إنه هيثبت لها حبه أخيرا.
فبترضى عليه وبتخليه يقرب منها لله. وتاني يوم بقى جين بتروح للدكتور اللي بيكون اسمه هان، وبيكون طلب يشوفها عشان بيعرفها ان في حالة تانية محتاجة للكلية اللي لقوها وعايزة تتنازل عنها لان امها هتقدر تتحمل شوية. وهو كلم سونج كتير بس رفض يساعد، لكن جين كان رد فعلها ان هي اللي لقت الكلية ومش هتتنازل عنها. وبترجع بعدها لأمها اللي بتسألها عن مينج، فبتكذب وبتقول انه مشغول، بس الأم بتقولها انه كان بيمثل وكان باين جدا عليه. وبيقعدوا يضحكوا سوا لان الأم بتكون فاهمة دماغ بنتها. بس جين بتعرفها انه قريب قوي هتعرفها المرة دي على حبيبها الحقيقي. لكن بيوصل سونج اللي بيطلب يتكلم مع الأم لوحدهم، وبيقعد معاها وبيعرفها كل قصته مع بنتها وإنه بيحبها بس هي مش مديها فرصة. وهنا الأم بتقوله إنها حاسة إنه شخص طيب وكفاية وقفته جنبهم وعارفة إنه هيحافظ على بنتها. وتاني يوم لما بيرجعوا للأم بيسمعوا صوت خناقها مع الأب اللي بيتهمها إنها ربت بنتها عشان تبقى عشيقة وهتجيب لهم العار. بس سونج بيدخل وبيعرفوا إنه خطيبها ويا ريت يبطل الكلام ده ويخلص إجراءات الطلاق بسرعة عشان هما كانوا مرتاحين من غيره. وبيرجعوا بعدها البيت وبتصحى جين على صوت خناق الجد مع سونج لأن عمته الحرباية بتتهمه إنه ضرب ابنها ودخله المستشفى. ولكن سونج بينكر ده وبتخرج جين اللي بتسأل الجد لو فعلا العمة معاها دليل على الكلام اللي بتقوله ده. بس العمة بتسألها انتي مين أصلا، ده موضوع عائلي ملكيش دعوة يا بتاعة. فبترد عليها وبتقول لها ازاي أنا دلوقتي خطيبة سونج واعتبر برضو من العيلة. وبتروح قرصة نفسها جامد عشان تعيط وبتمثل قدام الجد إن العمة يا عيني بتظلم سونج عشان ما عندوش أم. فالجد يا عيني بيتأثر وبيقول لبنته لو مش معاها دليل يبقى تخرس أحسن. وبنرجع بعدها لجين وأمها اللي بتتكلم معاها عن حب سونج ليها، بتقول لها تحافظ عليه. بس فجأة بتدخل عليها بنت وبتقعد تعيط وتترجاها تسيب لها الكلية لأن أمها مش هتتحمل كتير وهتموت. بس بيوصل هان اللي بيمسك ايدها وبيقول لها ما أنا قلتلك مش هتوافق، ما تقعديش تزل في نفسك. لكن جين بتفهم لعبتهم وبتقول لهان إن التمثيلية البايخة دي عشان حبيبة القلب مش هتخش عليها. وهان طبعا بيرفض اتهامها وبيعرفها ان هو بيعامل كل المرضى واحد عنده. فبتقوله ان امها كمان مش هتقدر تتنازل عن الكلية وهتعمل العملية ويا ريت ياخد حبيبته ويخرجوا من هنا بدل ما تعرف سونج وتبقى ليلتهم سودة. والممرضة بعدها بتنادي على جين وبتعرفها ان تكلفة شغلها اعلى من اللي تعرفه، بس سونج بيدفع لها الفرق وبتقولها انه طيب وبتعرفها ان هو اللي هيتبرع لأمها عشان كده ما تنزلش الهان عنها. وهنا جين بتاخد الصدمة وبتحاول تكلمه بس بينكر انه في البلد اصلا. فبتتصل على شو اللي بيكون خايف يرد وبتهدده لو معرفهاش هو فين دلوقتي مش هيحصل كويس ابدا. فبيقول لها على اسم الفندق اللي قاعد فيه حاليا. فبتوصل عندهم وبيكون سونج مرعوب منها وبيقول لها شرفتي يا قلبي. فبتقعد معاه وبتسأله لو هو فعلا المتبرع. فبيقول لها ايوه وانا عملت ده بكامل قوايا العقلية. بس جين بترفض رفض تام انه يتبرع، لكنه بيرفض رفضها وبيعرفها انه ملوش ام وعايز يخدم امها وتكون ليه ام هو كمان. فبلاش تحترض وهي كده كده هتكون معاه وقت التبرع عشان تطمن عليه. وهنا جين بتكون احاسيسها متلخبطة، زعلانة وخايفة عليه وفي نفس الوقت فرحانة عشان هي لقت فيه السند الحقيقي. وبيروحوا بعضها يزوروا الأم اللي لما بتعرف من جين إن هو اللي هيتبرع لها بترفض هي كمان، لكنه بيطمنها إنه هيكون بخير بس عايز منها طلب واحد إنها تكون أم ليه. فبتعيط الأم وبتشكره لأنها فعلا بتعتبر ابنها من غير أي حاجة. وبعد فترة بقى بنشوف جين وهي قاعدة لوحدها في الجنينة وبيوصل سونج عندها فبتسلمه دفتر الجواز وبتقوله إنه من النهاردة بقى جوزها ومفيش رجوع. وبيقول لها وانت من النهاردة بقيتي مراتي ومحدش هيقدر يقرب منك طول ما أنا عايش. ولحد هنا يا حلوين بيخلص الملخص بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.